اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. تصدق إن واحدة من أهم مناطق البترول في أفريقيا موجودة في مكان شكله بعيد تماماً على اللي تتخيله للبترول؟ دلتا نهر النيجر في نيجيريا. المنطقة دي عبارة عن شبكة ضخمة جداً من الأنهار والمستنقعات والقنوات، وتحتها واحد من أهم الأنظمة البترولية في أفريقيا. طب البترول جه هنا إزاي؟ على مدار ملايين السنين نهر النيجر كان بينقل كميات ضخمة من الرواسب من داخل أفريقيا وبيصبها في خليج غينيا. الرواسب دي تراكمت طبقة فوق طبقة، ومع وجود المادة العضوية والدفن والحرارة والضغط اتكون نظام بترولي متكامل: صخور مصدر وصخور خازنة وطبقات حابسة للبترول، والنتيجة كميات ضخمة من البترول والغاز. والغريب ان البترول مش موجود بس على اليابسة، النيجر دلتا بتكمل تحت البحر، وده خلى نيجيريا تطور انتاج اوفشور كمان. اما الخام نفسه فنيجيريا عندها انواع مختلفة، لكن من اشهر خاماتها بوني لايت، وهو خام خفيف نسبيا ومنخفض الكبريت، وده بيخليه مرغوب عند كتير من المصافي لانه اسهل نسبيا في المعالجة من الخامات الثقيلة عالية الكبريت. لكن هنا تبدأ المفارقة، نيجيريا عندها بترول وعندها غاز وعندها احتياطيات وانتاج مهمين جدا، لكن استغلال الثروة دي واجه مشاكل كبيرة. طبيعة النيجر دلتا نفسها صعبة، مستنقعات، انهار، غابات ومناطق سكنية، وكمان في تحديات مرتبطة بتسربات البترول، سرقة النفط، تخريب خطوط الانابيب، والامن والبنية التحتية. وعشان كده قصة نيجيريا بتوضح لنا ان وجود البترول في مكان ما مش معناه ان استخراجه هيكون سهل، لان الجيولوجيا بتحدد فين البترول موجود، لكن البيئة والبنية التحتية والاقتصاد والسياسة بتحدد قد ايه تقدر تستفيد منه. وفي النهاية نيجيريا عندها واحدة من اشهر القصص البترولية في افريقيا، بترول خفيف مرغوب تحت دلتا ضخمة وعلى اليابسة وتحت البحر كمان. من فضلك اعمل لايك واشترك في القناة عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس اكتر.